هو انت هتفضلي حاطة ايدك على خدك وتشتري كل حاجة من برا؟ ما تغيري بقى وقتك وطبعك شوية، وتعالي نعمل اجمل حاجة تفضل في بيتك كده، مخلياكي قلبك جامد ومستورة. هنعمل مع بعض النهاردة شوية قرص زي العسل بحاجة بسيطة جدا. هنعمل اجمل شوية قرص، والله يا حبايبي ما اقولكوش على جمالهم، ناجحين جدا جدا بالنسبة لعجينتهم ويعني خبيزهم وكل حاجة. لما تعملي شوية قرص بالجمال ده، يعني هتجيبي مثلا كيلو او 2 كيلو، هتعملي شوية قرص بالبساطة والسهولة دي، هتنفع معاكي في كل وقت، يعني سواء عشاء سواء غدا سواء فطار. لو حتى دي يعني هتعمليها في ايام الدراسة بجد هتغني كتير عن الفينو اللي بنشتريه بقى الرغيف قد ايه، يعني صغنن خالص، وكمان بقى ليه سعر. شوفي لما تعمليهم بالجمال ده، يعني مثلا هتعمليهم هتحشيهم جبنة، هتحطي حلاوة مثلا طحينية سايحة، تجيبي مثلا بطرمان شوكولاتة كده أو نوتيلا. بصي انت هتعملي يعني من جمالهم كده وطروانهم ونجاحهم، انت هتفنني معاهم بصراحة. اعملي بس شوية قرص جمال زي دول بريحة وطعم زمان، الطريقة الفلاحي بتاعت أمهاتنا وأجدادنا الناس الجميلة اللي كانت كل حاجة في إيديهم كده فيها بركة وطعم وريحة، ما أقولكوش والله حاجة جميلة جدا. النهاردة إن شاء الله هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية كمان، هتملي بيتك بالخير. تعالوا بقى كده نشوف هنعملهم ازاي. السلام عليكم، اهلا بكم حبايب قلبي في قناتي قناة حياة توفير مع اسماء محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو من الفيديوهات الجميلة جدا جدا اللي الكل بيحبها في القنوات. وانا بصراحة بحب الفيديوهات دي، يعني فيديوهات فعلا من الفيديوهات التحفة جدا اللي بحب اقدمها ليكم. ولو النوعية دي من الفيديوهات هتعجبكم اكتبولي في التعليقات، واطلبوا كمان اللي انتوا حابينه وانا هعمله لكم واقدمه لكم على قد ما هقدر ان شاء الله. قبل بقى ما نبدأ الفيديو أحب أرحب بأخواتي وحبايبي اللي في القناة، الناس الجميلة اللي معانا من أول ما بدأنا قناتنا، والناس الجديدة اللي بتدخل تشترك وتنورنا، بجد شكرا لكم كلكم يا حبايبي. بس بقى يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة الناس اللي ما اشتركتش، وكمان يا ريت تعملوا لنا تعليقات بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بتبسط بيها جدا جدا التعليقات دي. تعالوا بقى كده يا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. انا بصراحة المرة دي جبت 2 كيلو من الدقيق، لاني بصراحة الطريقة دي جميلة جدا، يعني ما قلتش بقى هعمل نص كيلو او كيلو، لا علشان نجاح الطريقة دي وكمان الطعم التحفة اللي بناخده في الاخر، قلت لا النهاردة ان شاء الله هعمل كده 2 كيلو علشان يقعدوا معايا شوية في الفريزر، يعني بينفعوا معايا في كل وقت. يعني هتفطري الولاد هتفطروا كده الصبح ولا حاجة، هيتعمل بيهم سندوتشات، هيتعمل مع كوباية شاي بلبن. بصي بقى انت في اي حاجة يعني هما نافعين معاك زي ما انت شفتوا كده. لو حتى يا حبايبي عندكم بس كوبايتين لبن بس رايب، ممكن تزودي عليهم كوبايتين مية ولا حاجة، وهتعملي برضو القرص الجميلة دي. وهقولك سر نجاح القرص دي، هتعمليها هتبقى ناجحة معاكي جدا، وهقول لك ازاي هتطلع طرية ويعني وتطلع هشة وريحتها وطعمها بالجمال ده. يعني انا كان عندي شوية لبن رايبين، طبعا كلنا بنجيب اللبن بنشتريه، ويعني عشان ولادنا وكده ممكن بيفضل معاكي شوية بيروبوا ولا حاجة، بتاخديهم طبعا ممكن تزودي عليهم كوباية مية ولا حاجة، يعني على قد ما العجينة بتاعتك هتحتاج. بعد ما عجنت العجينة بتاعتي باللبن، طبعا أنا نسيت اقول لكم انا حطيت يعني معلقه ونص خميره، يعني كيس خميره كده كبير او كيس ونص. بتحطيه في العجينه بتاعتك مع معلقتين 3 سكر، معلقه بقى صغيره ملح، عشان احنا عاوزين العجينه بتاعتنا او القرص بتاعتنا تطلع كده، يعني ممكن تتاكل من غير ما تغمسيها اي حاجه، يعني تتاكل حاف زي ما بيقول. بعد ما حطيت يعني المواد الجافه دي اللي هي سكر وملح وخميره، ممكن كمان بالمناسبة تحطي يعني ذرة كده من كيس الفانيليا، يعني تاخدي كده بين صوابعك بس وتحطيهم.
وبعد كده بنزل باللبن زي ما قلت لكم. واخر حاجه يا حبايبي بحطها السمنه بتاعتي. السمنه بتاعتي بصراحه عشان ما اضحكش عليكم هي مش سمنه بلدي صافي، انا عاملاها يعني مخلوطه. ازاي مخلوطه؟ يعني جبت آه يعني نص كيلو، بس بصراحه شلته منه معلقه. بصي بقى هقولك، لو انت الاتنين كيلو هتجيب عليهم ربع كيلو نباتي، وتحطي ربع كيلو زبدة أو سمنة سايحة من عندك. بس بصراحة يفضل الزبدة، لأن الزبدة يعني بتديكي طراوة وريحة جميلة جدا. هي السمنة البلدي لو سايحة برضو بتديكي ريحة جميلة جدا، بس ممكن تنشف معاكي القرص. علشان كده بقولك يفضل ان تكون زبدة. زبدة يعني جمسي بقري اللي متاحة عندك. علشان كده يعني قطعة الزبدة دي بتفرق معاكي، يعني ربع كيلو على ربع كيلو على الاتنين كيلو دقيق هتطلع معاكي جميلة جدا. بعد ما قطعت العجينة يا حبايبي كلها على صينية زي ما انتوا شفتوا كده، بقطعها وبعدين بسيبها تريح حوالي ربع ساعة. بس هي كده كده متخمرة واخدة حقها في التخمير. فطبعا انا بس بريح العجينة علشان تتفرد معايا بكل سهولة. طبعا احنا في الصيف كل حاجة ما بتاخدش معاكي وقت يعني بالاخص كده في المعجنات. فعلشان كده يا حبايبي انا بعد ما العجينه بتاعتي اتخمرت كويس بريحها ربع ساعه زي ما قلت لكم. بجيب بقى الصواني اللي انا يعني هفرد فيها العجين وهخبزه كمان في الفرن. يعني بفرد العجينه كده زي ما انتوا شفتوا. الكميه بقى اللي انت حابه تعمليها، يعني انت كده لو عندك وقت وعندك مقدره في الحاجه اللي انت هتستعمليها ممكن تعملي لك في حدود 5 كيلو 10 كيلو، وممكن تفرزيهم في الفريزر بتقعد معاكي وقت طويل جدا. لو رايحة مصيف ولا حاجة، لو خارجين تتفسحوا يوم أو اتنين برا البيت، الحاجات دي بتنفع معاكي جدا جدا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا طبعا بعد ما عملت قطع العجين كلها وفردتها في الصواني طبعا بسيبها بقى كمان بس حوالي نص ساعة. يعني انا بديها فرصتها برضه علشان تاخد حقها على قد ما بقدر. لما بتاخد حقها في التخمير وتريحيها برضه في الوقت، يعني تديها حقها في ان انت تريحيها، بتطلع معاكي ناجحة جدا. هو دايما معروف ان اي معجنات او اي مخبوزات لازم بترتاح شوية، يعني بس على مراحل. النهاردة برضو يعني زي ما قلت لكم ريحت العجينة بعد ما قطعتها، وريحت العجينة بعد ما فردتها في الصواني. الكاميرا والإضاءة مش موضحة يعني لون وشكل القرص، بس ما اقولكوش بجد بأمانة جميلة جدا جدا. ما اقولكوش على ريحة البيت في الوقت ده. علشان ما انساش حبايبي في الخطوة اللي بعد ما فردت العجين بتاعي كله في الصواني، يعني حطيته كده يعني وغطيت عليه حوالي نص ساعة زي ما قلت لكم. بعد كده ربع ساعة وبولع الفرن. يعني الربع ساعة دي يعني علشان بس الفرن يتحمى كويس ويتسخن كويس، بيكون العجينة بتاعتي اخدت النص ساعة اللي هي تريح فيها برضو. بولع الفرن على درجة حرارة طبعا الفرن بتاعي اللي هو الفرن العادي الغاز العادي، مش فرن ارقام ولا حاجة. ولعته يعني في المتوسط كده، النار بتاعته تكون متوسطة من فوق ومن تحت. وبعد كده بعد ما سخنته الربع ساعة دخلت بقى يعني القرص بتاعتي على الفرن. بعد ما دخلتها هديت من فوق جدا علشان يعني بس ما يتحرقش وياخد التسوية بتاعته. ومن تحت يعني في المتوسط او اقل من المتوسط. وانت عارفة الفرن بتاعك لو هو فرن غاز عادي، لكن انا بالنسبة ليا بهديله من تحت يعني اقل من المتوسط علشان يعني القرص بتاعتي تستوى كويس وتتنفخ وتاخد حقها وفي نفس الوقت ما تتحرقش. فزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كان ده الفيديو بتاعنا. ولو ناقصكم اي حاجة بالفيديو اكتبولي في التعليقات وانا برضو هرد عليكم. ما شاء الله اجمل شوية قرص من 2 كيلو دقيق، حاجة كده ما اقولكوش على الخير اللي بيكون في البيت بالاخص في اليوم ده. خلاص كده يا حبايب قلبي، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة الناس الجديدة اللي ما اشتركتش، وكمان صلوا على الرسول في التعليقات. يلا كده خلاص اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.